ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. في البداية خلونا نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات، واللي ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. يلا نبدأ الملخص. ويان جاله رسالة من يقابله في قاعة المجلس، ودو قالت له معاك نص ساعة قبل ما نكون في قاعة العرش، وقالت ان الملك الصغير عايز يدخل قاعة العرش معاك لأنه متوتر شوية. ايان قال لها نتقابل هناك مش هتأخر. بعدها سيونج بتتقابل مع اللورد وبيحصل انفجار، وبيكتشفوا ان في حريق قوي في قاعة المجلس، والملكة الام بتسمع الصوت وبتقول فيه ايه، وقالت للخدامة تعرف في ايه بره، والسيونج بتروح لهناك بسرعة وبتشوف دو واقفة وسألتها بتعملي ايه هنا؟ المفروض تكوني في قاعة العرش. قالت لها الامير ايان جوه. والسيونج بتجري جوه القاعة ومحدش بيلحقها، وايان بيكون بين النار وبيشوف سيونج بين النار بتنده عليه، وبيفتكر لما كانت بتقوله لازم تصمد للنهاية وانا جنبك مش هسيبك. وايان بعدها بيقول لها ما تقربيش، بس مش قادر يعلي صوته وبيغمى عليه. وسيونج شافته وبتحاول تاخده لبره الحريق، لكن بتكون مش قادرة تشده، وبتنده بصوت عالي أي حد يجي يلحقنا. والملك الصغير بيروح للملكة وبيعيط وقال لها في حريق في القصر عمي هناك. والملكة بتكون قلقانة على إيان جدا وعايزة تطمن عليه. بعدها بيكون إيان في غرفته وسيونج جنبه، وتشوي الخدامة قالت لها لازم ترتاحي. الدكاترة الملكيين قالوا إن حالته مستقرة. أنت إزاي دخلتي في الحريق كده؟ لو المساعد تشوي ما وصلش ليكي في الوقت المناسب كان حصل لك إيه؟ سيونج قالت لها لو كنت مكان إيان كان جه أنقذني زي ما انا عملت بالظبط. ومين بيجي وبيشوف اصابات سيونج بيتكلم معاها بره الغرفه وزعق لها وقال لها ازاي تروحي هناك. قالت له وطي صوتك، الخدم في كل مكان. قال لها ليه ما رحتش مستشفى؟ لازم تاخدي علاج مناسب. قالت له انا ازاي اثق في اي مستشفى بعد اللي حصل؟ انت فاكر ان ده مجرد حادثه في يوم فرحنا كان هدفهم الامير الكبير مش انا، والنهارده يحصل حريق في يوم التنازل عن العرش؟ عايزني اصدق ان اللي حصل ده عادي؟ قال لها لو ما كانش مجرد حادثه هتعملي ايه يعني؟ هتنهاري وتموتي مكانه ولا ايه؟ قالت له يعني اسيبه يموت؟ قال لها ايوه سيبيه. هفضل لامتى اراقبك وابعدك عن الخطر؟ لحد امتى هتحمل ده؟ بعدها دو بتكون حزينه وتشوي جالها وقالت له انا اسفه، المفروض ما كنتش اسيب الامير لوحده. قال لها لو كنت هناك يعني كنت هتعملي سحر يوقف الحريق ده القدر يعني. ودو مسكت ايده المصابه وقالت له شكرا ليك، وتفتكر لما كانت ماسكاه قدام القاعه عشان ما يدخلش ورا سيونج، وقال لها هرجع بسرعه ودخل وكانت قلقانه عليه جدا. وبعدها خرج وانقذ ايان وقال عايزين دكتور ملكي بسرعه. ودو كانت بتعيط وقالت الحمد لله. وبنرجع للواقع وقالت له لولاك كان الاتنين ماتوا. تشوي قال لها انا كنت بعمل شغلي. ودو قالت له انا كنت قلقانه تتاذي. مسك ايديها وقال لها شكرا ليكي لكن انا اتعافيت خلاص، وبيهزر معاها. بعدها سيونج قالت لدو ليه كان الامير في قاعه المجلس؟ المفروض كان يبقى في قاعه العرش. قالت لها الوزير من هو اللي طلب منه يتكلم معاه وقال له يقابله هناك. وسيونج بتشك في من ان هو اللي دبر الحريق اللي حصل، وخصوصا لانه كان متضايق انها انقذته. بعد كده سيونج راحت ليان وبيكون لسه ما فاقش، وافتكرت مواقفها معاه ومعاملته اللطيفه معاها في كل المواقف بينهم. ولما قال لها ما تتراجعيش ولا تتنازلي، هقاتل بكل ما املك زي ما انت بتعملي، واي حاجه تطلبيها مني هعملها. والسونج بتكون قلقانه عليه وبتنام على صدره. قالت كنت فاكر ان القصر اكتر امان، هل في مكان امن ليك؟ بعدها مساعد من قال له القاعة كانت فاضية، انفجار زي ده كانت هتكون الخسائر صعبة، احنا هنصدر بيان مشترك مع الديوان الملكي. من قال له ملوش لازمة دلوقتي، استنوا شوية وخلونا نستنى لما الامير يفوق الاول. وتاني يوم الاعلام بيتكلم عن الحريق وان الناس جوه القصر سمعت صوت انفجار، ومفيش اي بيان رسمي من القصر لحد دلوقتي، والناس خايفة على سلامة الاسرة المالكة. وسيونج بتطلب كاميرات المراقبة في مكان الحريق لمدة شهر، وعايزة بيان بكل اسماء الخدم في المكان، وعايزة يحصل استجواب لكل الخدم والحرس الملكي والمسؤولين اللي كانوا حوالين القاعة في الفترة دي. تشوي قال لها ده ضمن اختصاصات المحكمة الداخلية، هطلب التعاون من الملكة الأم. وسيونج قالت له لا خلاص أنا اللي هتكلم معاها. واتقابلوا والملكة الأم قالت لسيونج الأمير بخير، كنت عايزة أزوره في قاعته. سيونج قالت لها أنت قلقانة إنه يخف من اللي حصل ده؟ هو كان على وشك يستلم العرش وأنت كنت الوحيدة اللي رافضة ده. الملكة هتتكلم. سيونج قالت لها لو عايزة تنفي التهمة عن نفسك اديني الصلاحيات كاملة وسجلات نوبات الخدم في القصر. وده لقيت مشروبها وقالت لها عشان تخرجي من الموضوع ده بسلام. وعلى فكرة أنا ما عدتش بثق في أي مشروب يتقدم لي هنا. بعدها سيونج مع تشوي وسألت التحقيق هيبدأ إمتى؟ قال لها فورا، والشرطة كمان هتبدأ تحقق بس بشكل غير علني، وده بطلب من الوزير من، والسبب إنه مش عايز يحصل تصاعد
الأمور وهو في قاعة إيان عشان يطمن عليه دلوقتي. وسيونج بتروح هناك بسرعة، بيكون من هناك ودو موجودة، ومن قال المفروض كان يفوق لكنه لسه زي ما هو. ودو قالت له الدكتور قال إنه في حالة زي الغيبوبة وده بسبب الإجهاد وجسده بيتعافى بالراحة. ومن قال يعني مفيش ميعاد محدد يفوق فيه، خلاص سيبوه يرتاح براحته. بعدها سيونج بتوصل من للعربية وبتتعامل معاه عادي، لكن نظرتها بعد ما مشي كلها روح انتقامية. بعدها تيجو ومراته في مكانه وبيكلم سيونج مش بترد، وبيسمعوا ناس بتتكلم عن الحريق وبيقولوا إن في إشاعة إن الأمير إيان مات. وتيجو بيقلق وبيتصل بسيونج تاني وموبايلها صامت وبتكون جنب إيان. بعدها مساعد من قال له الديوان الملكي عايز يطلع بيان، وده لأن في إشاعة بتقول إن الأمير الكبير مات، وعدم ظهوره خلى ناس تانية تقول إن حالته حرجة. من قال له ده كويس جدا، وراح للملكة وقال لها الرأي العام في مخاوف بتزيد على مصير العرش. الوضع ده يخلينا إننا نلغي وصاية إيان على الملك وتتقدم انت للوصاية، وبسبب الظروف الاستثنائية دي هيتوافق على وصايتك. والملكة الأم بتكون رافضة ده وقالت إن الأمير هيفوق قريب. قال لها عشان كده جيتلك بسرعة، لازم تأدي واجبك تجاه العرش كممثلة للشعب، وأنا همشي كل الأمور والترتيبات. إيه هو قرارك؟ في الوقت ده أيام بيدخل عليهم ومين بيكون مصدوم، والملكة بتكون مش مصدقة وقال لها أنا آسف إني سببتلك إزعاج، وأتمنى ما أكونش سببتلك ضيق يا من. والسيونج مع تشوي بيراجعوا سجلات الدخول والخروج للخدم، ودو جات لهم وقالت لهم الأمير فاق. وسيونج مش مصدقه وبتطلع تجري بسرعة، وإيان بيوقفها وياخدها في حضنه. وسيونج بتعيط من الفرحة، وإيان قال لها ليه دخلت النار؟ ما كانش ينفع تعرضي نفسك للخطر، لو كان حصل لك حاجة. قالت له ازاي اقف بره القاعة وانا عارفة انك جوه بين النار وبتعيط. وإيان بيهديها، ومن بيفتكر لما سأل إيان اتكلمت مع الدكتور، وإيان قال له كشف عليا وقال لي أنا تمام وهستأنف مهامي فورا ما تقلقش. من قال له ارتاح شوية، قال له أنا سامع إن في إشاعات بره بتقول إن ميت الوقت مناسب لتغيير الرأي العام. وبعدها من كلم اللورد وقال له بما ان الامير الكبير فاق جه الوقت نحسب بعض الامور. ومن بيكسر كوبايه كان بيشرب فيها وبيكون متعصب جدا. بعدها سيونج قالت لإيان ليه لما فقت رحت للملكه الام بسرعه؟ قال لها عشان اقابل من، لان مع عدم وجود وقت محدد ان افوق فيه طبيعي يدور على بديل ليا. قالت له قصدك انه طلب من الملكه تكون وصيه فرحت عشان تعرفهم انك بصحه جيده؟ قال لها ايوه. سالته انت واثق في مين قوي يعني؟ انتوا اصدقاء رغم كده في برود في التعامل بينكم؟ قال لها احيانا بكون عايز اضربه لكن بثق فيه لان عارف زي ما مقيد بالعرش هو مقيد بالحكومة. بتسألي ليه؟ قلت قبل كده انه اهل للثقة ووثقت فيه. بعدها حد بيسلم نفسه للشرطة وقال انه المتسبب في الحريق وبيكون شن، وده حد من الحرس الملكي. والإعلام بيقول ظهور مشتبه بتدبير اغتيال من صفوف القوى الموكلة بحماية العرش عمل صدمة كبيرة للرأي العام. وتأكدوا كمان إنه كان من ضمن الناس اللي عملت احتجاجات ضد إيان. وإيان عرف وقال لدو كانوا مستنيين فوق عشان يظهر الجاني. بعدها إيان راح للملك والملك بيطمن عليه وقال له الحريق اللي حصل ده فكرني بابويا، حسيت انك هتنتهي زيه. إيان قال له ما تفكرش كده، انا هكون جنبك دايما. بعدها اللورد مع الملكة وقال لها في تعاطف مع الامير والاميرة من الرأي العام وحاولت تمنعهم الفترة دي انهم يمارسوا مهامهم. قالت له مين قالك انهم هيسمعوا كلامي؟ قال لها الامير كان هيفقد حياته في انفجار غاز، لازم يهدى شويه عشان سلامته. قالت له عرفت منين موضوع الغاز ده؟ مفيش حد من بره القصر يعرفه. قال لها قصدك ايه؟ والملكه بتكون حاسه ان ابوها السبب في محاوله اغتيال ايان. بعدها الملكه بتكون متعصبه والخدم بيهدوها، وقالت للخدامه الجاسوسه تقريبا مش هعرف احميكي لكن انا هحمي عيلتك كويس. بعدها سيونج بتكون مستغربه ازاي حارس واحد يعمل كده في قاعه كبيره. تشوي قال لها انا بقول كده برضه عشان كده فرع الحمايه بيدور على مشتبه بيهم. وسيونج قالت له عايز اروح مشوار بره القصر. بعدها الملكه الام بتروح لايان والملكه قعدت في الارض وقالت له انا جايه ليك عشان ابلغ عن جريمه خطيره، ابويا بيحاول يقتلك والدليل على كده اللي حصل يوم فرحك والخدامه اللي كانت في جناحك معايا. وموافقه تعترف. قال لها ليه بتبلغيني؟ قالت له الحريق الاخير تقريبا كان بسبب ابويا. قال لها عايزاني اعفو عنك؟ قالت له جيت لك عشان اتعاقب انا وابويا. قال لها تقدري تتحملي العقوبه؟ قالت له هحاول. بعدها مين بيتمرن على الصيد وقال للمساعد بتاعه انا هعلن موسم الصيد السنه دي. الامير لسه ما تعفاش والملكه ملهاش في الكلام ده. سونج جت وقالت له انا اقدر اعمل كده.
في نفس الوقت إيان قال للملكة ليه خايفة مني دلوقتي؟ قالت له أنا مش خايفة منك، أنا عندي واجب لحماية العرش عشان كده لازم أحميك، أرجوك خليك في أمان. وطبعا ما تقدرش تقول له إنها بتحبه من أيام المدرسة. وإيان قال لها على قد ما الشرف عظيم هتكون الفضيحة، هتفضلي مجرمة للأبد في الأسرة المالكة والتاريخ إذا كان ده تمنه حماية الملك. وسألها موافقة؟ قالت له أيوة. بعدها سيونج قالت لإيان فين حقوق الحيوان موسم صيد في القرن ال21؟ قال لها لازم نتخلص من كائنات ضارة عشان نقدر نحمي اللي يخصونا. قالت له مين اللي بيقرر ده؟ قال لها الأمة. وسيونج وجهت السلاح ناحيته وقالت له قرر انت. ودخلوا في صمت شوية ونزلت السلاح وقالت له سمعت انهم قبضوا على المتسبب في الحريق، هو كائن ضار برضه؟ ومن ما بيردش. بعدها سيونج بتروح ودول تلاقي الامير شارب مانجا كتير ومش في وعيه شويه. بعدها بتكون مع ايان وقال لها ان الملكه اتقابلت معاه النهارده، وقالت للورد هو السبب في اللي حصل في الفرح. شفتها بتترجاني ومعرفتش اعمل ايه. بعدها بيناموا. سيونج قالت قلبك رقيق جدا وده اللي مضايقني. وتاني يوم الملك بيختم التنازل وقال للملكه هيوصلوا المره دي. قالت له اوعدك هتوصل. ويان بيطلب من يقابله وجاله. ويان قال له عايز اشكرك على سرعه القبض على اللي تسبب في الحريق، أنا عارف إنك واصل لكل حاجة. هو أنت بعيد عن إغلاق قضية التسمم ولا اتدخلت فيها؟ مين؟ قال له اللورد هو اللي عمل كده، بالنسبة للعقوبة لسه في نقاشات. ويان بيفتكر لما الملكة قالت له خليك حذر من رئيس الوزراء، من ده أول واحد اكتشف جرائم أبويا. ويان قال لها مستحيل، مفيش سبب يخليه يعمل كده. قالت له اللي عندهم رغبة يائسة كتير بيعملوا حاجات مشينة. بنرجع للواقع. ويان قال لمن مستني إيه؟ قال له أنا شخص بحمل عرش، في حاجات كتير لازم أفكر فيها الأول. ده جد الملك وأبو الملكة الأم. إيان قال له ده حاول قتلي. قال له وقف التصرف كطفل، اللورد ممنوع من الإقامة داخل البلد. إيان قال له هياخد عقوبته هنا، هو في سبب يمنع ده؟ مفيش حاجة بتدوم للأبد، لما استلم هلغي كل حاجة. قال له أخدت كل اللي انت عايزه، بتدور على الحرية دلوقتي؟ قال له الحرية مش هتكون ليا لوحدي. بعدها من بيمشي وسيونج جات وقال لها اللورد هيتقبض عليه. بعدها الأمن بيقبض فعلا على اللورد والخدامة اعترفت عليه. والملكة الأم بتتابع الأخبار وحزينة. بعدها جالها الملك وقالت له خليك قوي، لو حسيت إنك خايف روح لعمك. بعدها ايان راح للورد واللورد قال له في سوء فهم. ايان قال له اسكت، الملكة الام اللي قالت لي كل حاجة، عشان كده خد بالك من تصرفاتك. سلامة الملكة الام متوقفة على عمق ندمك. بعدها الحكومة بتكون رافضة فكرة الغاء النظام اللي قالها ايان، وان الشعب مش هيعجبه القرار ده. ومن قال لهم عشان كده هنخليه يسمعهم. بعدها سيونج بتكون مستنية من في مبنى الحكومة وقعدت معاه وقالت له عرفت من إيان إنك كنت عارف باللي عمله اللورد. قال لها وأنت كنت عارفة إن إيان عايز يلغي النظام؟ قالت له ده قراره. قال لها لا، ده شأن أمة هي اللي قرره مش هو. قالت له تقريبا كده هنكون أعداء. وتاني يوم بيكون في حفل كبير وإيان بيستلم العرش والكل بيقول عاش الملك. بعدها ايام بيجتمع بكبار البلد والحكومة وقال لهم انتوا عارفين انا عايز اعمل ايه وهنبدأ نقاش. وتشوي وسيونج بيكونوا متوترين جدا وسيونج بتتعصب على تشو وقالت له اهدى شوية. وافتكرت لما اتقابلت مع يان امبارح وقالت له هتعمل ايه؟ قال لها هنفذ فكرتي بس الموضوع مش هيكون سهل. قالت له انا معاك ما تقلقش. والكل بيكون معترض على قرار ايان وقال لهم خلاص نشوف الناس هتقول ايه. وتشوي قال لسيونج مفيش حد هيوافق على كلامه ده، والصحافة قدام القصر وبيسألوا مين عن فكرة تغيير النظام. قال لهم ما تقلقوش، والاعلام بيتكلم عن قرار ايان. وتيجو ومراته مستغربين اللي هو عايز يعمله ده. وايرا راحت تزور اللورد وابوها قال لها ليك عين تيجي تقابليني بعد كل ده؟ ضيعتيني انا وابنك. قالت له ابني عارف كل اخطائي من زمان وخباها جواه وتحمل العبء ده كله، وانت عملت جرايم وجاي تقول انه عشاني؟ دي نهاية ذنوبك، ومن النهاردة ملكش بنت. ومين كان موجود وسمع الكلام وقال لي يرى تعالى وصلك. وابو سي يونج قال لاخوها ومراته خليكم حذرين الفترة دي. ومين قال لي يرى لازم تعارض قرار ايان وتقفي في صفي والا هفضح موضوع المرسوم اللي حرقتيه. قالت له انت حاولت تقتل ايان فعلا؟ قال لها انا اعمل اي حاجة اكون شايفها مناسبة لاي موقف، محدش يقدر يقف قدامي، فكري ومستني قرارك. بعدها دو قالت لإيان إن من وقف الميزانية بتاعتنا وهندفع رواتب الناس منين. والسونج قالت يا جماعة الموضوع بسيط، أنا معايا فلوس كتير أصلا هسد عجز الميزانية. ومساعد من عرفه إن مجموعة كاسل اتبرعت بالعجز المادي ومشكلة إيان المادية اتحلت. ومن قال بدأ يعتمد على نسايبه. وسونج جالها مكالمة وراحت لأبوها وأخوها
وعرفوها إن في تحقيق بسبب صناديق سرية تخص مجموعتهم، وسيونج قالت هنغير المعادلة ونخليها سوء استخدام سلطة. وتيجو قال هيروح هو التحقيق بدل أبوه، وأبوهم قال لتيجو يوصل سيونج وما تمشيش لوحدها. وفي الطريق سيونج قالت له معايا فريق قانوني كويس هيساعدك وما تقلقش. وبتكون قلقانة على أخوها، وسيونج بتروح لإيان وعرفته اللي حصل وقالت له ما تقلقش تيجو هيتصرف. وإيرا بتكون مع عيون ابنها وبتفتكر كلام من ليها وكانت بتسجله. وتاني يوم تيجو رايح يتحقق معاه، والصحفيين بيسألوه عن الصندوق السري. قال لهم خلافات بين إيان ومن، واحنا نسايب إيان طبيعي نتدخل في الحوارات دي. بعدها إيرا بيكون عندها وقت كافي تهتم بيون ابنها وبيكونوا مبسوطين. وسيونج شافتها وتشوي قال لها اتغيرت خالص وبقت هادية ومتواضعة جدا. بعدها سيونج راحت لها عشان تدعم قرار إيان، وإيرا قالت لها عشان كده ما عاقبنيش طول الفترة اللي فاتت، أنا كنت مستنية العقاب الفترة دي كلها. بعدها إيرا كلمت من وقالت له أنا موافقة أكون في صفك. بعدها إيان بيكون مع الصفا وكل رافض قراره، وجت سيونج وقالت لمن أنت كنت عايز تقتل إيان، وطلعت الريكورد اللي كانت مسجلاه الملكة الأم. وتفتكر لما قالت لها إيان طيب مش هيضر من، لكن أنت ضربتك هتضعفه. وفي الاجتماع في ناس بتحاول تدافع عن من. إيان قال أي حد هيدافع عنه يبقى شريك معاه في الجريمة. بعدها إيان ومن بيكونوا لوحدهم، وإيان قال له ليه عملت كده؟ من قال له قلت لك ابعد عن سيونج وأنا أحميك. إيان قال له أنا أخدت حاجة أنت مش بتملكها، يعني مش سهل أسيبها لك كده أصلا. بعدها الناس بتوافق على قرار إيان، وبيكون إيان مع سيونج ومبسوط، وقال لها عايزك تندهيلي باسمي بعد كده. ودو وتشوي بيعترفوا بحبهم لبعض، والخدم شافوهم وقالوا سيبوا الشباب يفرح شوية. وإيان وسيونج بيكونوا مستمتعين بوقتهم مع بعض. وبعد 3 سنين سيونج راجعة شركتها، والصحفيين في كل مكان بيصوروها، وبتكون مبسوطة إنها أخيرا رجعت مكتبها، لكن بيكون مستنيها شغل كتير جدا. وتيجو جالها وقال لها أنا هسيبلك منصب المدير التنفيذي عشان مراتي حامل وآخد أجازة ولازم أكون جنبها الفترة دي. وإيان وتشوي بيطبخوا لكن ما بيعرفوش يعملوا أكل، وبيروحوا المطعم ياكلوا فيه وخلاص. وابو سيونج راح لها وقال لها عايزك تنجحي وتثبتي نفسك، انا بدعمك، لكن هتابع كل حاجه واشوف مدى نجاحك ومش عايزك تعادي كل الناس. والخدامه تشوي بتحرج ايان وبتقول له كل ده مفيش طفل، انت في حاجه ولا ايه؟ وايان بيكون مكسوف جدا. بعدها سيونج بترجع البيت مجهدة جدا وما بيعرفش يتكلم معاها لأنها نامت من الإرهاق. وتاني يوم إيان مع إيرا وبتجيب آلة موسيقية ليون ابنها، وإيان قال لها جيبها له أنا هدية. إيرا قالت له نفسي لما يكبر يكون بارع في الموسيقى والفن. وبعدها إيان بيروح لتشوي وقال له عايز أعمل خطوبة لسيونج من أول وجديد. وسيونج جات وسمعته وقدم لها ورد كان جايبه ليها، وقالت له احنا عملنا حفلة خلاص واتجوزنا. قال لها ده كان شكلي. قالت له ايه ده انت مش بتحبني من وقتها ولا ايه؟ وعرفته انها بتحبه من وقتها. لما قعدوا مع بعض ومسك الهواية وعملت زيه بالظبط، قال لها انا بحبك من اول مرة قلتيلي فيها على اسمك. وكنا في الجامعة وقتها وقلت ممكن نتقابل بعد التخرج، لكن اتقابلنا بعد وقت كبير في عيد ميلادي. وبتكون مبسوطة جدا. وتاني يوم ايام بيروح المتحف وبيستمتع بوقته هناك. وبعدها بيكون مع سيونج وراح يتفرجوا على ماتش ويتقابلوا مع تشوي ودو هناك. والكاميرات بتيجي عليهم والجمهور بيقول بوسها بوسها وحصل خير، وبيخلص المسلسل.